السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معايا فيديو جديد، هنعمل مع بعض البطاطس محشيه لحمه مفرومه، سهله جدا وبسيطه ولا غنى عنها في عزومات رمضان. هنشوف عملنا الطريقه دي ازاي. متنسوش بقى لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اول حاجه كده في البدايه، انا معايا 1.5 كيلو هنا بطاطس، جبتها وغسلتها وقورتها سبتها تتصفى كويس. المرحله دي بجيب شويه زيت غزير كده، هقلي فيهم البطاطس قلي عادي كامل. هقلي البطاطس من ناحيتين كلها اهي، بدأت معايا تتحمر. ابتدي بقى هرفع الكلام ده كله من الزيت واصفيها. مرحلة القلي ديت بتدي للبطاطس كده شخصية كده، تتحكم كده في نفسها في الصينية، متديش بقى طعم المسلوق، لا بتعملها كده شخصية. ده بقى القلب بتاع البطاطس، احمره كله كده. معايا بقى هنا شوية زيت، هنزل بيهم كوباية صلصة طماطم، ملح وفلفل ومعلقة سكر. بس هسيب بقى الكلام ده كله كده ياخد مع بعض غلوة كده حلوة. طلعت كده بقى القلب بتاع البطاطس احتاجه. يلا بقى نعصر اللحمة المفرومة بتاعتنا دي فصين مستكة، ابتدي اسيحهم كده. هنزل بقى باللحمة المفرومة بتاعتي، دي 0.5 كيلو لحمة مفرومة. ابتدي بقى اعصرها تعصير عادي جدا، ابتدي اقلب كده اما تبتدي تشد معايا اللون البني دوت كده. انا بكتفي بالدهون اللي في اللحمة المفرومة. هبتدي انزل بالبصلاية المبشورة معايا، هقلب بقى كل الكلام ده. هبهر بقى بعد كل ده بالبهار بتاعي كده. معايا معلقة فلفل اسمر، معلقة ملح، معلقة ال7 بهارات. ال7 بهارات دي بقى فيها كل حاجة، بس كده مش هحط اي توابل تاني ولا اي حاجة تاني. هنزل كده بمعلقة توم مفروم، ابتدي اقلب واشوح. دي فلفلاية كده بتدي طعم حلو قوي. هقلب بقى كل الكلام ده. حابة تحطي فلفل الوان حطي، نص كوباية مية مغلية. سيب بقى كل الكلام ده يستوي. هنجهز بقى البايركس بتاعنا، رشة ملح ورشة فلفل، ودي القلب بتاع البطاطس اللي احنا قاليناه. مش قادرة اقول لكم بقى القاع ده بيبقى حلو ازاي تحت. ابتدي بقى اجيب كده اللحمة بتاعتي، احشي كده بطاطس كلها وارص في البايركس كده. ابتدي اكمل تاني. هيفيد بقى مني لحمة مفرومة بفرشها كده ايه في الصينية بتاعتي. مش قادرة اقول لكم بقى الصوص اللي تحت دوت يعني طعمه عامل ازاي بقى جنب شوية رز او بالعيش كده، ملوش حل الصراحة. رصيتها اهي كلها، حطيت بواقي اللحمة المفرومة اللي فاضت عندي. هنزل بقى بعصير الطماطم اللي احنا سبكناه. عايزة تحطي بقى ميكس جبن، ده حاجة اختيارية بس انا بكتفي بيها كده. هدخلها بقى الفرن، هتقعد بالظبط 20 دقيقة كل حاجة مستوية، تاخد بس اللون كده وتدي مع بعضيها. وهي بعد ما طلعت. يا رب الفيديو يعجبكم، متنسوش بقى لايك واشتراك في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.